الحقيقة في سؤال محيرني جدا إجابته نفسي ألاقي أكبر عدد من الكومنتات بتجاوبني على السؤال ده، وهو ليه كان زمان كل حاجة طعمها أحلى؟ ليه الناس كانت أحلى؟ الأخلاق كانت أحلى، اللمة كانت أحلى، الجيرة كانت أحلى، اللقمة كانت أحلى. والله زمان كانت كل حاجة طعمها أحلى من دلوقتي بكتير. والجيل بتاعنا اللي لحق يشوف شوية من خير الأيام الحلوة دي وطعمها، مظلوم، حاسس ان هو تايه، مش عارف يتأقلم مع الأيام ديت، ووحشاه الأيام القديمة، ووحشاه اللمة الحلوة، ووحشاه الناس الحلوة. يمكن الجيل بتاع دلوقتي مش حاسس قوي باللي احنا حاسين بيه، لأنه ما شافش وما عاش الجمال والبساطة اللي احنا عشناها. نفسي قوي لو يوم واحد يرجع من أيام زمان بلمته الحلوة وناسه الحلوة، علشان والله اشتقنا للجمال ده، اشتقنا للناس اللي قلوبها صافية لبعض ونظيفة، اشتقنا للأمهات البسيطة جدا مع احترامي ليهم ان هم على راسي من فوق. امهات زمان كان الاغلب فيهم يا دوبك اللي عارف يفك الخط واللي معاه ابتدائيه، بس والله كانوا عارفين يطلعوا جيل تحلف باخلاقه لحد دلوقتي. ادب ودين واخلاق وتربيه، ومن بصه يعرفوا الام والاب عايزين ايه. مفيش حاجه اسمها بقى قاعد حاطط رجل على رجل وابويا قاعد ولا امي قاعده، ولا علي صوتي على امي، ولا اشتم بالالفاظ اللي احنا دلوقتي بنمشي بنسمعها في الشارع. وبقى الالفاظ دي جزء من حياتنا، انت طول ما انت ما ماشي في الشارع لازم تسمع جيل يعني لسه طالع للدنيا بيقول الفاظ احنا اللي في سننا مش لساننا مش بيطوعنا نقولها، الحمد لله الذي عافانا. فعايزين نعرف السبب، يمكن نعرف نحط ايدينا على المشكلة ونعرف نحلها. مستنية اجابتكم في الكومنتات. عايزين نرجع الايام الحلوة، عايزين نرجع قعدة الطبلية بالفول والطعمية والجرجير والفجل يوم الجمعة، بس والله كان ليهم طعم أحلى من طعم الكباب والكفتة بتاع دلوقتي. تحياتي للجميع، مرة مغربي.